من باب أيضا التوبة اللي أثرته يا دكتور، نتحدث عن التوبة اللي تكون خلال شهر رمضان كاستغلال لهذه الفرصة، ثم ربما بعض من الناس يعود يرجع معاصي ثم يتوب ثم يعود يرجع. أحسنت في هذا السؤال. شوف أن نفرق، أرجو أن المستمع الكريم يركز معي. هنالك كاين 3 حالات. كاين من يتوب في رمضان، نعطيه مثال الصلاة مثلا، يبدأ يصلي في رمضان ويستمر على ما هو عليه، هذا أنجح الفريقين أو الفرقاء أو التائبين. نروحوا الحالتين 2. حالة ينوي يقول أنا سأدخل في رمضان في الصلاة وأتوب إلى الله من الموبقات وأستمر عليه إلى أن أموت، لكنه بعد رمضان يضعف ويعود، ضعه جانبا. هذا نوع ثاني أو ثالث، هذا هو المشكلة، عنده نية مؤقتة وتوبة تعاقدية كونتراكتويال. أنا في رمضان نرجع، بعد في العيد نرجع للشرب. كاين ناس نعرفهم أنا، مش نعرفهم كأشخاص أو كأعيان كجهة معينة، تجدهم يتوقف عن الشرب في رمضان قبل 40 يوما، يعلم هذه المعلومة، ويعود إليه ليلة العيد. هذه توبة باطلة، لأن من شروط التوبة العزم على عدم العودة صادقا. نرجع للوسط هذاك، أنا ينويت الصلاة في رمضان وبطلت المحرمات، ممكن كان يدروقي، ممكن ولا الدخان والشمة اللي راها ابتلي بها كثير من إخواننا التبغ، هذا وإن كان عند جميع الفقهاء محرم، مش كما الخمر ولا الدروق، ولكنه ضار بالصحة. وهذه الأطباء هم الذين حدثونا. كان بعض الأطباء يقول قولوا للناس إن التدخين ضار، ثم قال قولوا لهم إنه قاتل. معليش، أنا هذا التائب الذي نوى الاستمرار على التوبة وغلبته نفسه وهزمه شيطانه، فإنه يؤجر على توبته طيلة ذلك الشهر، لأنه من التوابين. إن الله يحب التوابين. قال كيف يسمى تائبا وتوابا؟ لأنه يكثر الذنب ويكثر الأوبة، وبالتالي ليس من شرط التوبة ألا تعود، لأنك ممكن ينخلع عزمك وينفرط ثباتك ولا يثبت جأشك فتعود إلى الذنب الذي كنت ترتكب، لكن تبقى تجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المجاهد مش برك ما في غزة الله ينصرهم على أعدائنا وأعدائهم. المجاهد ليس فقط مثل الذين جاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فقط المجاهد في ثورة التحرير الذي يجاهد نفسه على آفة من الآفات وإثم من الآثام، ويجاهد على المحافظة على الصلوات. هم يتصلوا بنفسه يقول لك راني ندير في مجهود ما قدرتش، راني نصلي ونرجع نروح الجامع نمشي مع المصلين ويغلبني. هذا جهاد يؤجر عليه فاعله.